طبعا انتوا شايفين ان اليومين دول الجو شبورة، فطبعا بيبقى في بعض الاجراءات كده بنعملها عشان نعرف نمشي بالعربية في الجو ده، بالذات جوه العربية. يعني غير الاجراءات اللي بره العربية، في اجراءات بنعملها جوه العربية. زي مثلا ان احنا هنعمل ايه، يعني عندنا الازاز اللي ورا مثلا زي ما انتوا شايفين كده، خدت بالك بيبقى مشبر. ففي زرار هنا اللي هو ده، تمام، اللي عليه الرسمة دي، تمام، بندوس عليه والعربية دايرة طبعا فبينور. تمام كده. يبدأ ان انت لو بصيت كده على الازازة اللي ورا، هتلاقي في خطوط. الخطوط دي اللي هي بتبدأ ان هي تسخن وتبخر المية اللي موجودة دي. طيب الزرار ده بيقعد قد ايه؟ خد بالك، هو رسمته مهما كانت في اي مكان انت ايه، يعني ما تلخبطش فيها. هي رسمة ثابتة. غير الرسمة دي بتاع الايه، اللي بتطلع الهواء من عند الازاز القداماني. يعني انت بتلف البكرة دي، لما بتيجي عندها كده بتلاقي ده حتى طفى لوحده. تمام. عند دي ودي، لو انت جبت على دي بص هتلاقيه نور لوحده. ده اللي هو الزرار ده اللي هو بيقفل، عشان زي ما شفنا كده في الحلقة بتاعة تنظيف التكييف اللي لسه منزلينها. ده بيقفل الهواء اللي جاي من بره عشان ما يخشش على فلتر التكييف يملاه تراب. فده تخليه دايما مقفول كده. في الحالة اللي هي دي هو بيفتحه لوحده، سواء ان هو يخرج من الازاز اللي قداماني وعلى الرجلين، او الازاز اللي قداماني فقط، اللي هي المنطقة اللي تحت الازاز، اللي هي الفتحات اللي تحت الازاز دي. تمام كده. طيب الزرار ده بيفضل منور لقد ايه؟ انت ممكن بعد ما هو فصل تعمله انت تاني، يعني عادي يشتغل برضه. تمام. طب الزرار ده بيفضل منور قد ايه؟ عايزين نشوف ايه مع بعض كده في الكومنتات. الزرار ده لو سبته مفتوح بيفضل قاعد قد ايه كده، وردوا علينا. كل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.